البنات جابوا واحد رضا، كده فاضل 2. والتاني هنجيبه هنا ان شاء الله، بس اهم حاجه زي ما حفظتك. انا خايف بس يا بسوني من موضوع الاكسنت ده، اللهجه، خايف تهرب مني هنتكشف. لا ما تقولش خايف دي خالص، اوعى تقول خايف. وبعدين لغتك هتظهرك، من حقك تخاف. لما هو خايف راضي يمثل التمثيلية السخيفة دي ليه؟ احنا لحد الآن مش فاهمين أي حاجة، بس هنشوف ايه اللي هيحصل. يحصل اللي يحصل، احنا مش بيهمنا أي حاجة. اسمع بس ونشوف النهاية هترسى على ايه. اهم حاجه انك ما تخافش وما تقلقش. بسم الله الرحمن الرحيم. سمك سمك. حلو ولا ايه؟ حلو ايه؟ انت بتبيع سمك في نادي الجزيره؟ قول حاجات لها معنى. جالا قول لي الشبر الطازه. ماشي الشبر الطازه. انت منظرك حاجة صعبة قوي لما تبقى أول مرة تشتغل شغلانة وانت مش فاهم أي حاجة فيها. بس هو ندى وقال سمك برضه، يعني تقريبا كده كان لما يبيع قبل كده سمك. ندى بس مش خبرة، عاود يتعلم ويبقى معلم كبير دلوقتي. جلاجولي ايوه يا جدعان ايوه. بس ايود اسكندراني يا غبي. اسكندراني بجد؟ الشبار الجلاجولي. جلاجولي الشبار جلاجولي. ايوه الطازه. صباح الفل. السمك الطازه. الطازه. جلاجولي اللي مات ينادى عليه ده، هو في سمك اسمه جلاجولي؟ مش عارف يا صديقي، يمكن في سمك اسمه جلاجولي واحنا منعرفش. لسه بيلعب. صباح الفل يابا. صباح الفل عليك. بقول لك يابا، المعلم رضا قسم الشربجي. الرئيس رضا. طب شايف العركه اللي هناك دي؟ تخصه. يلا بينا. الحقونا يا اخوانا. يلا. ايه هو اللي بيلعب؟ يا اخي يقصد السمك يعني صاحي بيلعب كده. ومين المعلم رضا اللي بيسأل عليه ده؟ مش عارف، هنعرف ايه قصة المعلم رضا دي دلوقتي. الحقونا يا اخوانا. يا ظالم يا مفترس. وحياة امي ما هيسيبك غير لما تدفع اللي عليك. تقدر الشلة لما يشلاك، تقدر السل لما يسلاك، تقدر بالدم في قلبك. كفايه. انا عايز ذكر يتصدر له. ايوه. وايه الحكاية؟ مين بيتخانق مع مين؟ انا مش فاهم حاجة، انت فاهم حاجة؟ بصراحة لا، بس يا ترى الخناقة دي مع المعلم رضا ولا مع مين بالظبط؟ مين بيضرب مين؟ نكمل القصة هنعرف مين بيضرب في مين. هي القصة دي بصراحة محيراني، مش فاهم منها أي حاجة لحد الآن. لما نسمعها كلها نفهم كل حاجة. يا جدعان. ايوه يا بس انت مش لسه قايل لي ايودي اسكندراني؟ ايه العبط اللي انت بتقوله ده؟ معلش صلي على النبي يا ريس، ما حصلش حاجه، ما تزودش عليك كفايه افتراء. وانت مين بقى؟ الذكر اللي هيتصدر له؟ لا ذكر ايه يا ريس، انا مجرد فلاح مزارع عادي، يعني اخوك ابن حميدو. وانا احمد رمزي. ابن حميدو، هو انت جبان للدرجة دي؟ هو المجله انت الذكر اللي هتجاف له كش الورا على طول. جبان قوي. روش عن الراجل الغلبان اللي قدامك ده. يلا نشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. يلا حافظ يا ملط. اخوك الريس رمزي، تعالى معانا يا ريس، عايزينك في مصلحه. مش فاضي دلوقتي، اما اضربه. اضربه يا عم، ما تنجز ولا نتلم عليه نضربه كلنا. هات يا عم اهو. اتفضل بقى بينا يا ريس رضا. يا اخي متخلى عندك دم، ادينا 3 ساعات واقفين مستنيينك وانت نازل ضرب في الراجل. ما تخلص اللي في ايدك بقى، عاوزينك. لا حميدو جنب الواجب، خلص الدنيا كلها. عمل ايه الراجل؟ ما اديله 3 ساعات واقف مستنيه. مش رضا. انا رضا. انت اللي بتتضرب؟ مش من الرجوله والجدعانه انك تتلموا يعني على واحد وتضربوه. اتلم عليه يا جدع، انا لوحدي. وبعدين انت بتتشدد له كده ليه؟ كنت من بقيه عيلته. انا اخوه. وانا عمه. اخوه عمو. ده انا اخوه. وانا هو ده ابو حميدو قتل الرجل المطلوب، ينفع كده ولا ايه؟ ابو يا راسي يا عم رضا، ده انت خدت عصاية على راسك. ومن مين؟ من الناس الحبايب اللي جايين له. ما يعمل ايه؟ ما ابو حميدو غصب عنه واقف مش عارف مين تبع مين ولا مين ضد مين، وهو مش عارف اصلا الراجل اللي هو عاوزه. يلا اللي حصل الحمد لله انها جت سليمه، كانت عصايه خفيفه. عمو. ده احنا عيله كبيره يا جدع. من الاخر الجدع ده عليه فلوس ومش هيمشي غير لما يدفع. طب بقول لك يا ريس، تديه لنا النهارده بس سلف نعمل بيه مصلحه ونرجعه لك ان شاء الله. تعلق له الرمانه وترميه في البحر. الدنيا ما حد راحه. ما فيش راحه غير لما تدفع. عين عليك يا رضا، ده انت طلعت حكايتك حكايه. على فلوس من ناحيه، وكمان الجماعه التانيين عاوزينه من ناحيه، وايه عاوزينه يوم سلف. هيعمل ايه الراجل؟ طلب يوم راحه. يا جماعه سيبوه في حاله، سيبوه في اللي هو فيه. شكله طول حياته منفوخ، عشان كده بيطلب الراحة. ترى ايه اللي هيحصل معاك يا رضا؟ شوف.
اخوه وعمه هيضمنوه لحد بكره. ده غلبنا معاه كل يوم واحد يضمنه ومفيش فايده. ده صنف كلب ما يتضمنش. ده انتوا عيله واطيه ما تتعاشرش. بقول لك يا ريس، نمدي لك وصلات امانه وناخده. صلات امانه من كترهم بلف بيهم سجاير. عامل لك ايه يا رضا؟ انت مش مديني. هين عليك يا رضا، كل الناس بتهينك. ليه كده بتعملوا فيه يا جماعة؟ حرام عليكم. انت مش واخد لبالك ده ماضي شيكات كتيرة على نفسه، عشان كده محدش راضي يضمنه، خايفين منه. وبرضه بلاش اهانة ليه، حرام مهما كان هو انسان. شو ولاد الحلال اللي واقفين دول يكون فيهم واحد شهم كده ويخلص الموضوع ده، نشوف كل حاجة هتبان. اديني اي مهرب خالص. كده قفلت. ايوه كده قفلت. يلا بينا. يلا بينا ايه بس؟ استنى بس ثواني يا ريس، ثواني يا معلم. تقعدوا قعده عرب ونحل الموضوع ده. قعدناها كتير ومفيش فايده. قعده العرب ما نفعتش. تقعدوا قعده سمك ونبقى غيرنا. حرام عليك، هتسيبه وتمشي برضه؟ دي اصول. ابن حميدو برضه طلع شهم وابن اصول، هيحل الموضوع ودي. هيقعد قعدة عرب كده وهيحل الموضوع ان شاء الله. راجل غلبان وعلى ديون، يا رب يحلها له. حلوه سمك ده. عن العقل. انتوا عيله واطيه. الله 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 الله. بقول لك يا حليوه، والنبي طبق جلاجولا تاني. بقول لك يا ريس، ما نبيعوا البالانس بتاعه وتاخد. مش عارف ايه الجلاجيل اللي مات يقول عليها دي. اكلها اكله غريبه احنا ما نعرفش عنها حاجه. بس سيبك انت، عامل لهم حته دين وليمه ما اتعملتش قبل كده. انا عاجبني ابن حميدو بيحاول يحل له المشكله بتاعته. ان شاء الله ربنا يكرمه وتتحل المشكله. تاخد فلوسك. بالانس؟ هو المعفن ده عنده بالانس؟ ده مشغل مجداف عندي. طب ما نبيعوا المجداف وتاخد فلوسك، ولا هو المجداف بتاعك ولا ايه؟ صح عندك حق. طب ايه رايك ناخد قرض من البنك باسمه ونلبسه له وتاخد فلوسك؟ رحنا البنك وسالنا لقينا الايس كور بتاعه مخربق. سلام عليك يا ابو حميدو، وانت قاعد كده بتدور له على حلول. هي دي الرجاله اللي بتبان وقت الشده. على الرغم من ان ابو حميدو بيدور على حلول ليه، ولكن التاني دماغه ناشفه قوي. كل ما يجيب له حل يصده، كل ما يجيب له حل يصده. ايه حكايتك يا عم؟ انت مش عاوز تاخد فلوسك ولا ايه؟ قفلها. ايس كور؟ طب ما تاخد عيل من عياله لغايه ما نجيبه لك تاني. هو نفسه عيال. انت قافله معاك قافله مش طبيعيه. طب بقول لك يا ريس، رضا اكيد عنده بيت ملك، ما نبيعه البيت وتاخد فلوسك. رحنا البيت وسالنا. بعد الحل اللي قال ابو حميدو مفيش حل تاني. خد عليك البيت يا معلم، يلا هتاخد حقك من البيت وحل عن دماغنا. يا رب ينفع بس. طلع مش باسمه. انت قلت اللي ما خطرش على باله. الله يخرب بيتك، اضرب مرحب. يا عم ما خطرت على بالي، بدليل انه رحت وسالت. صح عنده حق، لوجيك طبعا. ما تقول حاجه يا ريس رمزي، فوق معانا كده قول اي حاجه. اقول ايه وانا فاضي؟ معلم حمزه مش فاضي، ركز في اللي قدامه، اصل اللي قدامه شاهي قوي. ايه دي زفره من الجلاجولا؟ الله يخرب بيتك وبيت الجلاجولا يا عم رمزي. طب بقول لك ايه، تاخد الراجل الكبار اللي هناك ده راهن لغايه ما اجيبه لك. الراجل اللي هناك ده عامل بو ايه؟ ده شكله ملط. اقسم بالله بتفهم. والله حبيب يكرمك. قلبي. حبيبي. اهو كشفك لوحده اهو. يا دي الجلاجيل اللي مات يحكي عليها دي، مش فاهم يعني ايه جلاجيل دي، ولا انا فاهم. اوعى تسالني يا عم، مش هسالك يا عم، بس عاوزين نفهم ايه الحكايه. بس عبد الحميد اما يفاصل مع صاحبنا يفاصل يكشي له حل. يا ريس ملط اتفضل. شكلها قفلت ولا ايه؟ يلا بينا يا ريس رمزي. محدش هيتحرك من هنا غير لما اخد ال 400 جنيه بتوعي. 400 جنيه؟ هو انت الفيلم اللي انت عامله ده كله على 400 جنيه؟ ده الريس رمزي واكل ب 800 جنيه جالك. ايه كل ده عشان 400 جنيه من الفيلم والحوار ده كله عشان ال 400؟ يا راجل حرام عليك. الراجل ده عاوز ضربه بالنار. بقول من الصبح ده انت غلبتنا معاك. دي ال 400 ولا لها اي قيمه. انا اقول لغايه دلوقتي امسك يا عم امسك، ادي ال 400 جنيه بتوعك، وتفضل جور ما تاكلش معانا. الله يكرمك يا اصيل، الله يعزك. لا 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 لا. انت تافه وملط انت كمان. حقيقي جيب لك ده فوق راسك. ايوه كده ابوك راجل يا اخي. زلات من على 400 جنيه، مش 400 جنيه بتاعتك اللي انت هرت الواد جاتلي فيها. حميد طلع راجل، طرده كمان من الاكله الحلوه دي. من عمايل السودة عشان 400 جنيه زال للراجل ليه يعني؟ انا اشكركم مشاهدينا الاعزاء على متابعه القناه، وبنقول لك ما تنساش تضغط لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس.